المسلم اخو المسيحي، متعاملين متعايشين متحابين مع بعض. وجد المستضعفون من المسلمين حكما دافئا يرتمون فيه ويحلمون به إلا في حكم إخوانهم المسيحيين. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد وبرنامج على الحلوة والمرة. مشاهدينا الكرام، مصر التي اوصى بها كل الاديان السماوية: مبارك شعب مصر، ادخلوا مصر امنين. مصر مسيحي مسلم على قلب رجل واحد. هذا البرنامج مشاهدينا الكرام، وهذه الحلقة هنشوف معاكم بعض النماذج المصرية الأصيلة من داخل محافظة المنيا عروس الصعيد، اللي هتظل عروس الصعيد بمسلميها وأقباطها. مشاهدينا الكرام تابعونا، وهذه الحلقة من نزلة الفلاحين بمحافظة المنيا، بالتحديد من هذه الأرض، من هذا المكان العامر وهو كنيسة السيدة العذراء بنزلة الفلاحين. مشاهدينا الكرام تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها المسلمون، بل أيها المصريون، إنني أصافحكم بقلبي وأضع يدي نيابة عن الأصوات في أيديكم لنتحد أمام الله ومن أجل مصر، فإن الاتحاد قوة. ها هي قلوبنا وصدورنا أمام سلاح إبليس يمسك بنا ما شاء ننفذ، ولكنه لن يستطيع أبدا أن يمسك بمصر. قولوا معي: يحيى الهلال مع الصليب، يحيى الهلال مع الصليب. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد مقدمتنا وبعد الفاصل، ودايما بنقول وابدا مصر مسيحي مسلم على قلب رجل واحد، وتحيا مصر. مشاهدينا الكرام، عدسات برنامج الحلوة والمرة انتقلت مع حضراتكم الى نزلة الفلاحين، احد الاماكن القريبة قوي من عروس الصعيد محافظة المنيا، يمكن كيلوات بسيطة ولكن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا
أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وقال بإصبعيه السبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد مقدمتنا وبعد الفاصل، ودايما بنقول وابدا مصر مسيحي مسلم على قلب رجل واحد، وتحيا مصر. مشاهدينا الكرام، عدسات برنامج الحلوة والمرة انتقلت مع حضراتكم الى نزلة الفلاحين، احد الاماكن القريبة قوي من عروس الصعيد محافظة المنيا، يمكن كيلوات بسيطة، ولكن يعني هي منطقة بتحتضن عدد كبير جدا من المصريين الأصلة، المصريين الأصليين اللي ما بيفرقوش ما بين مسيحي ومسلم او اي طائفة او اي عرق او اي شيء. مشاهدينا الكرام، لما جينا نزلة الفلاحين اهل البلد اصروا ان احنا نبتدي من كنيسة هذه القرية العامرة، كنيسة نزلة الفلاحين. هنقرب منهم وبنشوف وجوه جميلة جدا، بنشوف شباب كبار مثقفين، شيخ القرية فضيلة الشيخ، ايضا ابونا القمص، يعني بنشوف وجوه جميلة جدا. هنقعد معاها ونقول لكم بالصوت والصورة كل ما يدور في هذه القرية. تعالوا بينا نقعد معاهم كده ونشوف اخبارهم ايه. بنقول لكم مساء الخير. مساء النور. ازي حضراتكم جميعا؟ شرفتين ومنورين. ربنا يخليكم يا رب. في الحقيقه انا سعيد جدا بالجو الاسري ده، اللي على فكره ما فيهوش مشهد تمثيلي ولا في حد بيطلع كلام من ورا قلبه، كل الكلام النهارده من القلب الى القلب. بنعرف حضراتكم بضيوفنا الكرام اللي موجودين معانا، او احنا ضيوفهم اللي موجودين على ارض هذا المكان العامر. معانا القمص مرقس بطرس راعي كنيسة نزلة الفلاحين، اللي هو صاحب هذه الدعوة الكريمة اللي وجه لنا الدعوة، وشايف عدد كبير جدا، يمكن الكاميرا هتجيب دلوقتي ما فيش فرق نهائي ما بين الموجودين، صح كده؟ ده صحيح. بنمسي على حضرتك. مساء الخير ومشرفينا. ربنا يخليك يا رب. ومعنا ايضا فضيله الشيخ اسماعيل محمد طلب، الامام وخطيب مسجد الرحمن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا باشا. معنا من الجهه الاخرى الحاج محمد خلف عبد الغني، نرحب بحضرتك. ومعنا الاديب الاستاذ شطبي يوسف، اهلا بحضراتكم معنا.
حضرتك صاحب الدعوة بقى، ليه أصريت إن احنا نبدأ بالقرية من المكان الجميل ده ونشوف المشهد الرائع ده اللي بنقول انتوا ده استعداد للتلفزيون ولا ده المشهد الطبيعي؟ هي قرية نزلة الفلاحين معروفة تماما بالوحدة وبالتآلف وبالحب وبالتعاون. احنا كلنا يد واحدة، مرقص زي محمد زي خلف زي عبد النبي، كل واحد. كل واحد. أيوة. هذا صحيح. على فكرة مصر كده من زمان وهتفضل كده رغم أنف أي حاقد أو إنسان عايز يفرق. شوف، رغم ما يوجد من أمور شفناها في التلفزيون، ولكن كل حاجة يعني بيبقى ليها آخر، والأمور نصلحها من الداخل وليس من الخارج. فضيلة الشيخ إسماعيل، نقول يعني الناس اللي بعض المشاكل البسيطة، المشاكل موجودة على فكرة، ما بنخفيش المشاكل، بنقول لا بنخفي راسنا في الرملة، لا بنقول في مشاكل بين أسر مسلمة ومسلمة كتيرة جدا، في أسر أيضا قبطية وفي بينها مشاكل وقضايا وطار ومحاكم وكل حاجة. لما يكون في مشكلة بسيطة ما بين مسيحي ومسلم، ليه الأمور بتتفاقم أو ليه الناس بتطلق عليها فتنة؟ نزل الفلاحين بفضل من الله وده كرم من المولى عز وجل ان لا توجد اي مشكلة بين مسلم ومسيح ابدا، وده من فضل الله علينا وبفضل هذا الرجل اللي زرع الحب بين كل الناس. نصارى نزل الفلاحين بيختلفوا عن نصارى اي قرية او اي مركز من مراكز محافظة المنيا او جمهورية مصر العربية، وهذا من فضل الله علينا. وفي هذه المناسبة احنا نفتقد يعني أستاذ له الفضل على رؤوسنا جميعا، هو الأستاذ مكرم صادق. ده أستاذنا الفاضل خرج يعني نسبة كبيرة من التعليم في هذه القرية، وهذه القرية يعني نسبة تعليم كبيرة جدا فيها بفضل الأساتذة الكبار برضو، منهم الأستاذ مكرم صادق والأستاذ فرج مخيل. دول لهم فضل كبير على رؤوس. اللي علموا اولادنا المسلمين اساتذتنا معظمهم مسيحيين، واللي علموا ايضا ابنائنا من المسيحيين هم اساتذتنا. نعم، ولذلك يعني احنا لا ننسى هذا الفضل، لهم فضل على رؤوسنا جميعا. ونحمد المولى عز وجل ان هذه القرية يعني لا فرق بين مسيحي ولا مسلم ابدا، الكل سواسية. قول لي بقى حضرتك مثلا ايام الاعياد والمناسبات، سواء الاعياد يعني احنا كلنا بتبقى عيد واحد، بناخد اجازه في يعني نقول في رمضان، في العيد الاضحى المبارك، في عيد الميلاد المجيد، في عيد القيامه المجيد، كلنا بيكون يوم عيد في القريه في البلد، فرحه للكل ما فيش. الكنيسه بتفتح ابوابها زي ما المسجد بيفتح بابه. نعم. يوم عيد الاضحى وبنستقبل المهنئين نعم. احنا عندنا هنا في الاعياد تبقى الكنيسة مفتوحة، ونبقى نسعد جدا بوجود حبايبنا المسلمين بيعيدوا علينا، وبناكل البسكويت مع بعض. هم السابقون يعني هم بقى في الأضحى جاية وعايزين يعني ايوه الأضحى جاية ناكل لحمة. بيكون اللي بيسبقونا بالاعياد وبالزيارات، واحنا بنبادلهم في الاعياد وفي المناسبات، يعني في الافراح وفي الاحزان. هم صراحة يعني بفضل الله عز وجل هم بيسبقونا وبيجبرونا ان احنا لازم ايه نرد هذا الجميل وهذا سواء كان في عيد او في مثلا في عزاء او في فرح، بيسبقونا دائما في هذه المناسبات العظيمه. معانا الحاج محمد خلف. حاج محمد، تقول لي حضرتك لما نقول على الحلوه والمره، مصر احنا عايشين كلنا على هذه الارض بخيرها بحلوها بمرها بمشاكلها بزحمتها بترابها بأي حاجة، هل في فرق في المشاكل في الحلوة والمرة ما بين مسيحي ومسلم؟ ده استحالة طبعا، لما بإذن الله تكون، هو بإذن الله ما فيش مشاكل، لما تكون في مشكلة ما تعديش يوم أو التاني اللي يحضر السد مسلم أو مسيحي. اللي عندنا محمد وحنا هم نفر واحد ومش فيش اختلاف. أبونا مرقص يتميز بثروة محبة الناس. أبونا مرقص ممكن يحل المشكلة بتاعتي أنا أحل المشكلة بتاع واحد قريب أبونا مرقص. احنا عندنا محمد وحنا نفر واحد وما عندناش اختلاف في أي حاجة. جميل جدا. أستاذ شطبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت بقى كاتب وأديب وفنان وشاعر. راجل محترم. قول لي بقى حضرتك برضو يعني على كلمة على الحلوة والمرة، إن احنا عايشين في مصر كلنا على هذه الأرض، تفسرها لي إيه بقى بصفتك أديب؟
بطبيعة الحال احنا مش هنتكلم عن المناسبات اللي بنتقابل فيها. المناسبات دي في كل قرية في كل بلد في مصر الناس بتتقابل حتى لو في مشاكل. احنا هنا حياتنا اليومية تقريبا عايشين مع بعضينا. يعني اغلب اوقاتي انا يعني متأذن ان انا اقول ان انا مسيحي وزميلي مسلم. انا كمصري مسيحي اوقاتي كلها بتبقى مع اصدقائي الاستاذ شعبان والاستاذ عبد الرحيم وهكذا، وهم نفس الوقت كل اوقاتهم بتبقى عندنا. فاحنا الحياة اليومية في نزلة الفلاحين خارج اي اطار بنسمع عنه في القرى التانية. بنسمع ان في مشاكل في حتت تانية بفضل الناس الكبار اللي في البلد هنا. بنعيش كأسرة بأسرة واحدة كلنا، ودي من فضل ربنا علينا. يعني احنا تربينا على كده واحنا صغيرين، فدي حاجة احنا بنحسد نفسنا عليها، ونرجو ان الامور تستمر على اللهم لا حسد ان شاء الله. ربنا يديم علينا المحبة يا رب ان شاء الله. حضرتك بنرجع مرة تانية بنقول يعني احنا هنا ولله الحمد والعديد من قرى المنيا الحمد لله امنه مطمئنه عايشين كلنا على قلب رجل واحد. بعض القرى وبعض نقول الحاجات الشاذه شويه اللي بيحصل فيها بعض المشكلات بعض المناوشات حاجات زي كده بيكون السبب فيها ايه؟ هو غالبا ان بيكون في البلد شيء من التباعد ما بين فلان وفلان، انما لما يكون في تقارب ما يبقاش فيه اطلاقا اي نزاع. انما انا لا انكر ان الميديا بتقول لنا ان في بعض قرى فيها مشاكل، انما نود من اولي الامر ان يكون في عدالة ناجزة علشان خاطر كل واحد ياخد حقه. وفي آية جميلة جدا في القرآن الكريم بيقول وإن حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل بين الناس ويعني باستمرار أحبائنا المسلمين يقول لك الحمد لله رب العالمين، ما بيقولش رب المسلمين رب العالمين. وبعدين من أجمل ما يمكن إن أنا الحاجة اللي بقى أنا بيتنا في الفلاحين وفي المنيا جنب مسجد المصطفى. الحقيقة باستمرار في الأذان بتعجبني قوي قوي حي على الفلاح، حي على الفلاح. احنا عايزين بقى حي على الفلاح في كل صوره. يا سلام، جميل والله، جميل جدا فضيلة الشيخ. يعني بصراحة القمص يعني أثرنا بكرمه بجماله. تقول لي حضرتك بعض وسائل الإعلام لما بتهول أو بتحاول تاكل عيش بقى، يعني صحفي عايز بقى يكتب وعايز يملى صفحة فلازم يعمل مشاكل ولازم يقول ده حصل وده سوى، وأحيانا بتكون فيها حاجات مختلقة كتيرة جدا وحاجات ما أنزل الله بها من سلطان. ده بيكون سوء فهم من الناس نفسها اللي هي العقيدة بتاعتها ضعيفة. يعني اليهود في المعابد والنصارى في الكنائس والمسلمون في المساجد، ألم يكن دين الله واحد؟ ما احنا كلنا تحت سماء واحدة وبنعبد إله واحد ورئيس جمهورية واحد ودولة واحدة، وندعو من الله سبحانه وتعالى أن يدوم بيننا المحبة والألفة وأن نعيش في أمن وأمان وسلام. لما نكون في هذه القرية المسلم والمسيحي عايشين في أمن وأمان، هتبقى الدولة كلها والأماكن كلها عايشة في أمن وأمان وسلام، وبتبقى الدولة متقدمة. لكن يكون في نزاع في أي مركز أو في أي بلد بين مسلم ومسيحي بتحصل فتنة طائفية بتترتب عليها حاجات كثيرة بتجعل المسيحي يتنفر من المسلم والمسلم يتنفر من المسيحي وتبدأ المشكلة تكبر. ولكن إذا كان أهل القرية على قيم وعلى عقيدة، أنا مسلم عقيدتي بتأمرني بأشياء، والمسيحي على عقيدة بتأمره أن ينفذ هذه الأشياء. ولكن نبي الله عيسى قال إيه؟ والسلام علي، يدعو إلى السلام، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يعني حتى نبي الله بيدعو إلى إيه؟ السلام. ففيش أجمل من السلام. السلام بيأتي من وراه الأمان والاستقرار. أنا ما أكون مطمئن في بيتي وفي أهلي وفي بلدي
يعم هذا الرخاء وتعم هذه السعادة ويعم هذا الأمان جميع القرية أو جميع المركز أو جميع المحافظة. ومن فضل الله علينا، وللمرة الثالثة والمرة الأخيرة والمرة الألف أقولها، إن قرياتنا محسودة، إن مفيش فرق بين مسلم ومسيحي. احنا عايزين مفيش حسد ان شاء الله. على فكرة مشاهدينا منزل واحد، قريتنا منزل واحد، ولذلك يعني نزلة الفلاحين هي نزلة لكل المصريين، ولذلك هي نزلة. نعم. يقال يعني أجدادنا، شوف لما زرعوا الحب بين المسلم والمسيحي قالوا دي سميت نزلة فلاحين، لأن إيه؟ 2 نزلوا من طحا أو من أي مكان، واحد مسيحي وواحد مسلم، أصبحت نزلة فلاحين بيت مسيحي وبيت مسلم. يعني لما تحصل أي مشكلة بين أي عائلة بيعتبر المسلمين كلهم بيت واحد والمسيحيين كلهم بيت واحد، لذلك بتنتهي المشكلة في أقرب فرصة، فده من فضل الله علينا. رائع رائع فضيلة الشيخ. على فكرة من الأشياء الجميلة جدا مشاهدينا الكرام، إن إحنا أول ما دخلنا الكنيسة هنا وذكر اسم أحد يعني كبار هذه القرية ورحمة الله عليه طبعا وطلبوا الترحم عليه، بدأنا نقرأ الفاتحة، المسلم يقرأ الفاتحة وأبونا قمص والجبنيوت. يعني فعلا كانت مشهد، يمكن زميلنا المخرج أحمد عبد الهادي يمكن يعني صور هذا المشهد وهنشوفه مع بعض. يعني فعلا مشهد مؤثر جدا، إن احنا داخل هذه الكنيسة اللي بيقرأ الفاتحة بيقرأ اللي بيقرأ الجبنيوت. يعني صح كده؟ صح يعني كان المشهد مؤثر. حضرتك تأثرت طبعا طبعا، ولكن يمكن أنا تأثرت بيه. أنتوا عايشينه، يعني أنتوا عايشين مع بعض دايما على الحلوة والمرة دائما. الله الواحد الأحد. بالضبط كده. هناخد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام ونرجع نستكمل هذا الحديث الشيق مع حضراتكم الحلوة والمرة. اللواء خالد توفيق قائد الكتيبة 101 بكرم القواديس. الكتيبة دي تعرضت للهجوم الإرهابي من أكثر من سنة ونص. ساعتها ركب عربيته باتجاه مكان الانفجار وانصاب بشظية في رقبته ودراعه اليمين، ولما نقلوه المستشفى وقبل ما يدخل العمليات كان كل همه يطمن على رجالته، يسأل الطبيب فين أحمد غلاب وفين أبانوب اسكندر وفين باقي الرجالة، هم دول ولادك يا مصر. تحية للواء البطل خالد توفيق والدعاء لكل الشهداء، وتحيا مصر. ما زلنا معاكم مشاهدينا الكرام، ورجعنا لكم بعد هذا الفاصل ومن كنيسة السيدة العذراء بنزلة الفلاحين، وهذا المجلس الرائع، المجلس المصري اللي بيجمع المصريين. نقول دي محافظة المنيا اللي يمكن وسائل الإعلام اتكلمت عنها بشكل غير لائق. دي المنيا ودول الفلاحين ودول الصعايدة اللي موجودين في المنيا الحقيقيين. في مشاكل، بنقول في مشاكل، في بعض الخلافات، في أسر مسلمة مع أسر مسلمة، أسر قبطية مع أسر قبطية، ولكن لو حصل مشكلة بسيطة ما بين مسلم ومسيحي ما نكبرش المواضيع. وزملائنا الإعلاميين والصحفيين يا ريت تهدوا علينا، وأديكم شايفين المشهد، وتعالوا انزلوا نزل الفلاحين بنفسكم بأقلامكم بكاميراتكم وشوفوا الدنيا عاملة إيه بنفسكم. الكنيسة فاتحة أبوابها، البيوت فاتحة أبوابها، المساجد فاتحة أبوابها، مش في الفلاحين بس على فكرة. روحوا طوة، روحوا طحا، روحوا العمودين، روحوا أي مكان، أي قرية، أي نجع في محافظة المنيا اللي انتوا شهرتوا بيها وقلتوا عليها كلام كبير. تعالوا شوفوا المشهد الحقيقي. بنرجع مع حضراتكم ونستكمل حلقتنا والحلوة والمرة مرة تانية مشاهدينا الكرام. ويعني يمكن دلوقتي بيرفع الأذان، ويمكن أبونا قال أجمل حاجة لما بيسمع وهو في بيتهم في محافظة المنيا حي على الفلاح. عايزين كلنا نقول حي على الفلاح، تعالوا نشتغل، تعالوا نحط ايدنا في ايد بعض ونبني مصر المحروسة اللي عايزة بطرس وحنا وعبد الرحمن ومحمد وعبد الله كلنا نبنيها. عايز تصلي روح صلي، عايز تصوم روح صوم، ولكن الدين لله والوطن للجميع، مصر لينا كلنا. بنرجع مرة تانية لعمنا الحاج محمد خلف عبد الغني. حاج محمد، انا انفعلت بصراحة من المشهد، من الاذان ومن الصور ومن كنيسة السيدة العذراء، الاماكن الرائع اللي احنا موجودين على ارضه. قول لي كده يعني ايه اللي بيقول في خاطرك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد. اما بعد، بلدنا تتميز بنسبة تعليم عالية فيها 85%، وده اللي مقرب المسافات فيها. مفيش محمد وحنا هما الاثنين نفر واحد.
دي محبة أثرية، والتعليم مكملها، وربنا يسترها في الدنيا وفي الآخرة. أي مشكلة تحصل معايا طفل، أي عيل، لازم ما تاخدش يوم أو التاني وتفك، هم يفكوها هنفكها عادي، عشان احنا مش طرفين، طرف واحد فقط لا غير. بالظبط. أستاذ شطبي، بنقول المشاكل اللي بتحصل لا هي أول المشاكل ولا آخر المشاكل. ياما مشاكل هتحصل مع أولادنا وأولاد ولادنا، صح كده؟ ولكن نعلمهم إيه بقى علشان لما يحصل مشكلة ما تستفحلش وما تكبرش. هو أولا قبل ما نقول ممكن تحصل مشاكل، المفروض علينا إن احنا بنشوف سبب المشاكل إيه، وكدولة مع بعض نحاول نشوف لها حلول مع بعضينا. هيكون في قانون واضح وصريح جدا، وعندنا مجلس شعب، عندنا مجلس شعب دلوقتي، يعني نقول يعني بنثق فيه وانتخبناه بالفعل، صح كده؟ وبنأمل ان شاء الله القانون يكون موجود، مش قانون بناء الكنائس ولا المساجد ولا غيره، عايزين قانون مرور، عايزين قانون طرق، عايزين قانون بنى، عشوائيات يطبق على الجميع. رأي حضرتك؟ ايوه طبعا، القانون يطبق على الكل سواسية، ولازم يكون فيه القانون يكون فيه عدالة، وتكون العدالة ناجزة، وما يكونش فيه تأخير، ولا تكون أيدي مرتخية، ولا كبير وصغير، الكل سواسية أمام القانون. وده اللي احنا يمكن بالفعل بعد ثورة 30 يونيو يعني الكل متعشم جدا، ولكن يمكن كتر المشاكل وتطرف والحروب الداخلية والخارجية ده يمكن معطلنا شوية، ولكن احنا بنأمل ان شاء الله في دولة قانون يطبق فيها القانون على الكبير وعلى الصغير. نرجو هذا يا سيدي، نرجو هذا. نعم. أنا أقول الموضوع برضو دولة القانون وتطبيق القانون، وإن احنا يكون في قانون واضح لكل المعضلات الموجودة، لكل المشكلات اللي نعاني منها في مصر. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق حكومة مصر طبعا للخير والعمل على بناء مصر. احنا بنقول القانون ثم القانون. احنا أحسن ناس نتكلم، أحسن ناس نتكلم، ولكن الكلام أنا عايز أتلامس معاه، عايزين أفعال. ده اللي احنا فيه أشد. الكلام رائع، مفيش بعد كده تاني، إنما أنا عايز أتلامس معاه، عايز أفعال، عايز رقابة، عايز متابعة لكل ما يقال. ده بقى للمسؤولين. بالظبط. المسؤولين على فكرة، ومش المسؤولين بس، أنا أعتقد رجال الدين علينا عامل كبير جدا، الإعلام علينا عامل كبير، إن احنا يعني عايزين نقول يلا نبدأ. يعني احنا مش هنسيب نقول للحكومة إذا كانت مقصرة ولا جيدة ولا، ولكن احنا بنقول عايزين الكل بقى نبتدي مع بعضنا، نحط ايدينا في ايدين بعض عشان احنا على أتم الاستعداد لهلوم نبدأ. وإذا كان المشوار طويل بيبدأ بخطوة، ولكن في إصرار على إني مش خطوة وأجف، لا، خطوة وأستمر للأمام، مش خطوة وارجع لورا. لا لا العودة لن نعود للخلف إطلاقا. لن نعود إن شاء الله. ويعني كلمة أخيرة كده تحب تقولي حضرتك في نهاية هذا اللقاء الممتع جدا؟ الله يبارك لك. أقول بإذن الله إذا حكمتوا بين الناس أن تحكموا بالعدل، فحكم العدل يرضي جميع الأطراف كبير وصغير، ويرضي الله. الله عادل حكم من أسماء الله الحسنى. فلما شار البابا شنودة عليه رحمة الله قال احنا مش عايشين في مصر، مصر اللي عايشة فينا. يعني احنا كلنا تجمع واحد مش اتنين. الأقوال المأثورة كمان لما حرقت الكنائس في وقت من الأوقات قال قال كنائس وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن. فمصر هي عايشة فينا مش احنا عايشين فيها. فاللي بنى الكنيسة محمد وحنا في تجمع احنا. مش أعتقد الجيران هنا، يمكن المكان ده يعني يمكن في جيران هنا. بيت مسلم هنا، أول بيت جنب الكنيسة بيت واحد زميلنا مسلم يعني. جميل. مصري مش عايز يا باش من الغرب ومن الشرق. من الغرب ومن الشرق يجاورنا أحبائنا المسلمين. نعم. مباشرة من الشرق ومن الغرب. الله. تتميز بلدنا طبعا بالمحبة نمرة واحد، ما فيهاش كلام. مش بلدكم بس، احنا عايزين مصر كلها. برنامجنا ده هيلف كل النجوع والقرى. الفلاحين تتميز بالذات من درمواس للعدوى في المحبة. ان شاء الله هنكون نموذج. وده احسن حاجة ببلدنا، لان هي نسبة التعليم فيها 85%. فحافظة اللي يعمل غلط النهارده ما يقدرش يعمله بكره، ويراجع نفسه.
صح كده يا بيه؟ وفي الكبار اللي بيحكموا وبيدوا لكل واحد ما حقه. تعديش المشكله اكتر من يوم او تاني يوم تخلص من اي طرف إن كان. بالظبط. استاذ شطبي، يمكن فضيلة أستاذنا قال العلم، نسبة العلم هنا مرتفعة جدا 85%. ده السبب، يعني نقول ده السبب في الجو الأسري اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي. طبيعي الشعب الجاهل أسلس قيادا من الشعب المتعلم. الشعب المتعلم بيبص لقدام وبيحاول يلم نفسه. أنا عايز تعقيبا على حكاية علاقة المسيحي بالمسلم. أنا من بداية الدعوة الإسلامية الرسول الكريم لما تعرض للاضطهاد في قريش التجأ لمين؟ للنجاشي في الحبشة، ملك الحبشة، وده كان من المسيحيين. لما هنا في مصر لما بتحصل أي أزمة، وانتوا يمكن بتشوفوا حتى الإعلام بيجيب هذا الكلام، المسيحيين لما بيجي عليهم ضغط بيروحوا لجيرانهم المسلمين. فده الوضع الطبيعي ان احنا بنحمي بعض، يعني احنا مكملين لبعض. مش مكملين وبس، وإنما حماية لبعض. وما ينفعش ان احنا نقول ان ده جنب وده جنب، لا ما بينفعش هذا الكلام. ويعني نقول ايه، يعني احب من حب وكره من كره، هنفضل كده. ودي تركيبة مصرية على فكرة أصيلة. يمكن انا سافرت بلاد كتير، هذه التركيبة وهذه الوحدة الوطنية اللي الناس بتحسدنا عليها، ودي اللي عدتنا يا ابونا من نقول الثورتين اللي مروا بينا. مصر محفوظة، نعم، ما تخافوش ابدا. ايوه، يعني احنا واخدين وعود من الله ان مصر باقية. ولما نستعرض التاريخ قد ايه حصل لمصر ومصر الاعلى باقية وقاعدين فيها 2016 اهو. سبحانه وتعالى لما تجلى فين؟ تجلى في مصر ولا في فلسطين ولا في السعودية؟ تجلى في مصر. يعني هنا، وحتى كلمة مصر كلمة هوك بتاح اللي هي ترجمها اليونانيين يعني بيت الإله، أو بيت روح الإله، أو الإله بتاح يعني. فأطلقت هكا بتاح يعني بعد كده اتحرفت لكبتي أو كلمة قبطي. فكلمة قبطي دي أساسا كلمة مصرية قديمة قبطي ده لكل مصري، لكل المسيح والمسلم. فاحنا هنا وطن واحد، ما فيش داعي ان احنا في كل مناسبة بنقول ان احنا أسرة واحدة. احنا أسرة واحدة طبيعي، مش محتاجة الكلام ان احنا نقولها فعلا يعني. ودي رسالة للعالم كله طبعا ان شاء الله بإذن الله وبفضل الله وكرم من الله علينا برضو. احسن دولة في بقاع الارض ادعى لها ربنا هي مصر، ادخلوها امنين خارج جنود الارض. مهما نجح هنقوم تاني، لان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ما قالش رب محمد رب العالمين. تجمع. فده حقيقي يا ابونا بامان. الحمد لله. فده كرم علينا من الله. بلدنا تميز بالمحبة وتميز بالتعليم وتميز بوجودكم معانا. ربنا يخليك. واحنا السعداء اللي شفناكم. انا سعيد جدا في الحقيقة في هذه الحلقة من البرنامج. وقبل ما اختم، طيب فضيلة الشيخ، انا ادعو من الله سبحانه وتعالى ان طبعا يعني الخطباء في المسجد اتكلموا كتير، وكذلك في الكنائس اتكلموا كتير، بس بدون يعني بنتكلم ومفيش تنفيذ. فانا ادعو من الله سبحانه وتعالى ان كل مسؤول يتقي الله في هذا الشعب ويتقي الله في نفسه، لأن يتقي الله يجعل له مخرجا. طبعا يتقي الله سبحانه وتعالى في نفسه. لما يتقي الله في نفسه هنعيش في أمن وفي أمان، وهيعم الرخاء ويعم السعادة ويعم الأمن، ومش هيبقى فيه مشاكل ولا يبقى فيه أي خلاف بين أي مسلم ولا مسيحي ولا أي أحد في العالم كله، إذا طبقنا كتاب الله وشريعة رسول الله واتقينا المولى عز وجل في أنفسنا وفي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فندعو المسؤولين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم حتى نعيش في أمن وأمان. كل واحد هيبدأ بنفسه إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، احنا في الحقيقة يعني هذا المكان طبعا النهاردة بنشكر الدعوة الكريمة من أبونا القمص مرقس بطرس راعي كنيسة السيدة العذراء بنزلة الفلاحين. بنشكره جدا على هذه الدعوة وهذا البيت الكبير المفتوح النهاردة في هذه القرية. بنشكره. وكلمة أخيرة بقى قبل ما نختم الحلقة عشان نختم بكلام حضرتك الحلقة. نحن بنشكر ربنا جدا
وباستمرار بنصلي ان تكون مصر الى الافضل والى الاحسن، وتحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. وبهذه الكلمات الرائعة بختم حلقتي معاكم، بنقول مصر هتظل دائما ايد واحدة وشعب واحد، وكلنا هنفضل على الحلوة والمرة. انتظرونا في الحلقة الجاية في نفس الموعد ان شاء الله، وادخلوها امنين باذن الله. وهم اللي بيختموا معايا الحلقة، بشكرهم جدا على يعني استضافتهم لينا النهاردة، وهذه المجلس الرائع اللي زادني حب وزادني تمسك وزادني انتماء بهذه الارض. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.